السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهوات سهيلة مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم حلوة الخامة او حلوة الزليجة اللي كتجي اكثر من رائعة شكلا ومذاقا. حلوة محبوبة الجماهير، وانا ضفت عليها واحد المكون اللي كيعطيها واحد اللذة رائعة، واحد التعليكة خطيرة. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله غادي نشارك معكم في هذا الفيديو جميع اسرار باش تنجح معكم حلوة الخامة بدون تقصير وناجحة 100%. ما عليكم غير تتبعوا معايا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. اول حاجة كنحتاجوا ليها عندي هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو مفسخ. خديت انا هذا المفسخ الغليظ، والكميه بطبيعه الحال كتبقى حسب الاختيار، ممكن ديروا نص كيلو ممكن ديروا كيلو على حسب الكميه اللي نتوما بغيتوا. درتها هنايا في هاد الطاوه كيف ما شفتوا معايا ديال الفرن، وغادي نرشها بواحد شويه ديال الزيت. وفي هاد الاثناء البنات انا راني درت الفران ديالي سخون، يعني غادي نرش غير الكاوكاو بشويه ديال الزيت صافي، وغادي ندخلو الفران يتحمر ليا من التحت ومن الفوق، ومع التحريك المستمر بواحد الملعقه خشبيه حتى يتحمر وياخذ داك اللون الذهبي اللي حنا بغينا. وردوا ليه البنات، يعني ردوا ليه البال دغيا يعني دغيا كيتلهب، خاصكم تبقاو واقفين عليه وانتم كتحركوا فيه. وكيف ما شفتوا معايا البنات هو هذا الكاوكاو ديالنا من بعد ما تحمر ليا في الفرن. غادي نخليه هنايا يرتاح واحد شويه. كيف ما شفتوا معايا البنات من بعد ما خليت الكاوكاو ديالي برد واحد شويه، قلت لكم ارتاح عفوا المهم خليته يبرد حيت كنت خرجته من الفران كان سخون صافي. غادي نجيب هنايا البنات الهاشوار باش غادي نطحن هاد الكاوكاو. غادي ندير الكميه كامله، واخا الهاشوار عندي صغيره ولكن قلت من الاحسن ندير الكميه كامله نطحنها دقه واحده بلا ما يبقى معذبني كل خطره، نطحن بشوي بشوي ودغيا طحن ليا تبارك الله. نتوما غادي تشوفوا معايا. بالنسبه للبنات الكاوكاو ما كتطحنوش مزيان حتى كيتعرلك، يعني كتخلوه مهرمش واحد شويه، كتخلو فيه واحد الحبيبات شويه هكذا صغارين. كيف ما شفتوا معايا هو الطحن بكل سهوله. غادي نجيب هنا واحد البانيو او لا شي اناء يكون كبير او لا اي حاجه نتوما كتفضلوا. غادي نخوي فيها ديك الكميه اللي عندي ديال الكاوكاو. هانتوما البنات كيفاش كيجي. وهنا البنات غادي نجمعوا بواحد المكون اللي كيعطي هاد الرخامه ديالتنا واحد اللذه اللي رائعه بزاف، واحد التعليكه اللي انا اكيد الا جربتوه ما غاديش يبقى يخطاكم. هو كراميل منزلي صوبته انا في الدار. غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، ديجا كنت شاركته معكم في القناه ديالي. فعلا كيجي واعر بزاف وسهل التحضير. هنايا يلا كنت جبدته من الثلاجه، يعني كان باقي سخون، درته في حمام مريم حتى داب ليا واحد شويه وطلق. وهو هذا القوام ديالو الحقيقي كيفاش كيجي. فعلا البنات الكراميل كيجي زوين بزاف، ويعني اقتصادي، غير 3 ديال المكونات غير بالسنيده والماء وشوكولاط ابيض كيعطينا هذا القوام الرائع ديال الكراميل. واحد البنه راه ما نعاودش لكم، يعني كيجي بنين بزاف. شوفوا تبارك الله غير اللون ديالو كيفاش كيجي. بالنسبه لهاد الكراميل البنات ممكن تستخدموه بزاف الحوايج في الحلويات ديالكم، تستخدموه في تزيين ديال الصابلي، يعني اي حاجه. المهم البنات نخليكم مع الوصفه. كيف ما شفتوا معايا ضفت هنايا واحد نصف ملعقه ديال القرفه صافي. غادي نحاول نجمع هذاك الكاوكاو مع داك الكراميل مزيان غير بالمعلقه. ولا احتاجيتوا تخدموا اليدين ديالكم ماشي مشكل، يعني خدموا اليدين باش تعركوا مزيان داك الكاوكاو مع الكراميل. بالنسبه للبنات هذا الكراميل راه واخا نبقى نوصف لكم فيه التنعيه راه ما غاديش نعطي حقه، لانه فعلا كيجي واعر بزاف وكيعطي واحد اللذه واعره لهاد الحلوه، كتجي معلكه وبنينه. يعني من الاحسن تجمعوا بالكراميل، كيجي احسن من العسل. صافي البنات كيف ما شفتوا معايا جبت هنايا واحد البلاطو درت فيه ورق الزبده، ودرت هذا الاطار هنايا باش ياخذ ليا الشكل ديال المستطيل اولا المربع، المهم الشكل اللي انا بغيت. غادي ندير فيه هنا الكاوكاو ديالي صافي. غادي نبقى نقاد فيه بحال هكذا غير بالملعقه اولا باليدين على حسب الرغبه حتى يتسطح لكم مزيان على هذا الشكل، وكنحتفظ به جانبا. وغادي ناخذ هنايا الشوكولا نوار. خديت هنايا الماركه ديال ايغبيل،
هاد الشوكولاته البنات يعني زوين بزاف وبنين وفيه واحد الكونتيتي اللي هي كثيره، يعني كتخدموا به ويبقى عندكم في المنزل ديالكم ديروا به جميع الحلويات. المهم غادي ناخذ منها واحد القياس اللي غادي يكفيني لهاد الحلوه ديالتنا ديال اليوم. غادي ناخذ البنات هاد الشوكولات وغادي نحاول نقطعو يعني طريفات صغار بالموس باش يسهل عليا باش ندوبو. كيف ما شفتوا طريفات يعني هاد المربعات كبار بزاف، الا خليتهم بحال هكذا صاينين ما غاديش يذوب ليا دغيا الشوكولا. صافي البنات كيف ما شفتوا معايا درت هنايا كاسونه لتحت فيها الماء وكاسونه الفوق هي اللي درت فيها الشوكولا، وحاولوا الماء يكون بعيد على الشوكولات باش ما يقيسوش، وكتذوبوا في حمام مريم على لا يعني على نار منخفضه، وكتبقاو مع التحريك المستمر حتى كيذوب لكم الشوكولا ديالكم. صافي غادي ندير هنايا واحد الطبقه اللي تكون يعني متوسطه، ما ساميكاش بزاف وفي نفس الوقت ما قليلاش، ونقادها بحال هكذايا بسباتيل اولا اي حاجه اولا معلقه اولا اي حاجه متوفره عندكم كتحاولوا تقادوا بها هاد الشوكولا من الفوق. وطبيعه الحال كتخلوا واحد الكميه ديال الشوكولاته باش كتعاودوا تسدوا بها يعني الطبقه الثانيه. كيف ما شفتوا معايا البنات نحاول هنا نخبط واحد شويه باش يتقاد ليا داك الشوكولا ما يبقاش شي طالع وشي هابط، يعني ياخذ يعني يتقاد وصافي. المهم درتو هنايا في الثلاجه برد ليا واحد شويه، غير واحد شويه البنات ماشي بزاف ما تغفلوش عليه، تقريبا غير شي 3 دقائق حتى 4 دقائق بما شد ليا داك الشوكولا مزيان. صافي غادي نحيد هنايا الاطار وغادي نجيب هنايا شي حاجه فاش غادي نقلب هاد الحلوى. ها نتوما البنات داك الورق ديال الزبده كيساعدنا بزاف وكيتحيد بواحد السهوله. صافي وغادي نضيف هنايا الكميه اللي بقات ليا ديال الشوكولا في الطبقه الاخيره يعني من الطبقه الثانيه ديال الحلوى. ونفس الطريقه عاوتاني غادي نحاول نقاد هنايا مزيان جميع الجوانب. وغادي نجيب البنات هنايا شوكولاط ابيض، وفي هذه المرحله ضروري انكم تجربوا. انا صراحه تعطلت واحد شويه ولكن ماشي مشكل ما يهمش، جا الديكور زوين واخا تعطلت. كيف ما شفتوا معايا البنات درت هنايا خطوط بالشوكولا ابيض، وغادي نبقى ناخذ هنا واحد الكيردون غادي نبقى ندير خطوط بحال هكذا باش يعطينا هذا الشكل ديال الملفاي. وهذا الشكل ديال الحلوه ديالتنا غادي نخليها ترتاح واحد شويه غير فوق سطح العمل، ما غاديش نديرها نهائيا في الثلاجه باش يسهل عليا انني نحيد لها دوك الجوانب، ويسهل عليا كذلك انني نقطعها باش ما تشققش ليا داك الشوكولات اولا يعني تخسر لينا. ضروري البنات خلوها غير فوق يعني فوق البوطاجي حتى تبرد على خاطرها وتماسك على خاطرها، عادك تقطعوها ما ديروهاش نهائيا في الثلاجه او المجمد، حيت الا درتوها في الثلاجه وبردت ملي غادي تجيو تبغوا تقطعوها داك الشوكولات كامل غادي يتشقق ليكم وغادي ما يجيكمش الشكل ديال الخامه زوين. كنتمنى الفكره تكون وصلات بالنسبه للبنات المبتدئات بطبيعه الحال. صافي البنات كيف ما شفتوا معايا في الفيديو حيدت هذوك الزوائد اللي كيكونوا عندنا في الحلوى يعني دوك الجناب حيدتهم كاملين. وهنايا غادي نقطع هنايا ها نتوما كتشوفوا معايا يعني كنبدا بداك القنيات ديال السكين وكنتم غادي بحال هكذا باش الشوكولا ديالي ما يتكسرش وتجيني التقطيعه زوينه ونتحكم فيه كيف ما بغيت. ها نتوما البنات كيف ما شفتوا معايا تبارك الله الشكلاط ما كيتكسر ما حتى شي حاجه كيبقى زوين. صافي غادي نجيب هنايا موس وغادي نبدا نقطع هكذا على الشكل ديال الخامه المعروفه اللي كنعرفوا يعني اللي كنعرفوا كلنا هكذا البنات كيف ما شفتوا معايا. صافي كنبقى خدامه بحال هكذا حتى كنكمل هذه الكميه اللي عندي كامله. انا هنا البنات حاولت انني ما نزربش الفيديو يعني نخلي لكم الوقت فاش تشوفوا كيفاش التقطيعه كتجي. شوفوا تبارك الله كتجي واعره بزاف وسهله. وكيف ما قلت لكم ما تدخلوش الخامه ديالكم الثلاجه يعني خلوها غير تما يعني كتحكموا فيها كيف ما بغيتوا وكتخدموا بواحد الطريقه اللي هي زوينه ما كتخافوش نهائيا بالشوكولاط يتهرس ولا شي حاجه.
وكيف ما شفتوا معايا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالتنا. فعلا كتجي زوينه بزاف وكتجي معلكه، وواحد البنه كتجي في داك الكاوكاو كتجي رائعه حيتاش خلطناها بالكراميل، وماشي اي كراميل، يعني كراميل منزلي كيجي لذيذ لذيذ بزاف، احسن بكثير من اللي كيتباع في المحلات. وهذا الشكل النهائي ديال الحلوى ديالتنا غادي نجمع هنا في الطويصه حيت صايبتها غير ليا، يعني غير للدار، ما يعني ماشي على حساب الضياف ولا شي حاجه، غير هنا هكذا للدار انا وليداتي. كنتمنى البنات الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى كذلك تبارطاجوا هذا الفيديو مع الاسره ديالكم والاصدقاء باش يتعرفوا على القناه ديالي. وحتى نتوما ما تنسونيش من لي لايك ديالكم ومن التعاليق اللي كيشجعوني كيخلوني نعطيكم اكثر واكثر. ومع السلامه مع وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.